السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، مساء الهنا والسعادة يا رب على عيونكم جميعا. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما كل لحظة وانتم بألف خير وصحة وسعادة ورضا من الرحمن. اسمحوا لي النهاردة يا جماعة انا هخش في الحوار على طول، علشان معانا موضوعات كتيرة جدا حابين ان احنا نناقشها مع بعضينا. لكن توضيح بسيط بس كده لحبة القطيع، طبعا اللي عايزة اقول لكم كل مهمتهم الهجوم لا اكتر ولا اقل، انما يعني ضمير يك. فدخلوا على الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه على التسريبات الحقيرة اللي طالعة، واللي بالنسبة طبعا لأصحابها هم بيعتبروا ان دوت مش انحطاط، لا ده انتصار يا جماعة. احنا كده عملنا لقطة كلها انتصار وفخر جدا، واحنا ناس عظيمة جدا جدا. ولا يا جماعة الخير، ده محمد رزق طلع نفى ان ديت مش قناته، واحنا ما علينا ان احنا نقول امين على كل حاجة هم بيعملوها. يا جماعة، انما ان احنا نشغله نميز زي كل يعني البني ادمين اللي خلقها ربنا بعيدا عن ذوات الاربع، لا مش مسموح لنا طبعا بحاجة زي كده. قطيع كتير جدا جدا دخلوا بالاكونتات الفيك من ناحية محمد رزق، وابتدوا ان هم يهاجموا، وانت محمد بقى حوارات مديكي كام وزرفني تعرفني، والكلام العبيط اللي ما يهزش لينا اي ساكن في الدنيا، على اساس ان هم كده لقوا لي ثغره. الله، هو انت مش كنت بتقولي ان هم متفقين مع بعض؟ لا ده انت ما عندكيش مبدأ، ده انت كل يوم برأي، ده انت مش عارف ايه. ما طبعا لازم يكون الناقد كل يوم برأي، ما هو لو ثبت على رأي واحد يبقى فعلا حد مشتري ذمته وبايع احباله الصوتيه. ما احنا رأينا بيختلف على حسب اختلاف المواقف يا بهايم. ده اول شيء. تاني شيء، ده ايه علاقته باللي انا قلته في الفيديو اللي فات؟ انا طالعه بعمل سبوت على نقطه مهمه جدا، الا وهي قانون الغابه اللي هم عايزينه يسود. يعني مثلا يا جماعه الليله اللي دايره دي كلها والخناقه، المفروض انها دايره ما بين ايه؟ ما بين مثلث بثلاث رؤوس. التلات رؤوس دولت المفروض ان هم ذكور، لان طبعا مش هنقدر نقول عليهم رجاله، لان الليله ديت ما فيهاش رجاله. مش قادرين ان انتم تواجهوا بعض على ارض الواقع، ولا هو اخد الحق بالنسبه لكم دلوقتي ان الاشطر هو اللي يكشف الستر باي حاجه بقى يملكها؟ معايا صوره بطاقه ليك، معايا شويه صور كده ولا كده، معايا شويه فويزات انت بتعترف بيها على حد ولا مفضفض معايا بيها، واطلع اهددك بيها. قانون الغابه اللي هم عايزينه يسود. باختصار ما فيش حاجه بقى اسمها اخد حقي بالقانون او بالاصول، وان بالنسبه لهم الانحطاط اصبح انتصار، وانا كده يعني كسبت منك جوله. فعايزه اقول لكم بجد والله يا جماعه، كل الناس اللي بتخش بقى تطبل لهم، انتوا على جزمتي. وباذن الله الواحد بس يروق كده، وانا هعمل حمله تطهير في القناه، وهفتح بقى لستة البلوكات. وعايزه اقول لكم حبه اشكال ديرتي يعني بره، بره يا زباله. لان انا ما اسمحش لاي مخلوق في الدنيا يخش يشكك في ذمتي يقول لي انت بتقبضي من فلان ولا علان. ده امك اللي بتقبض يا حبيبه قلبي، امك هي اللي بتقبض من تحت الترابيزه، واكتر من كده هتهيني نفسك واطلعك مسرح على راي الست ام لافا. انا مش هستهلك وقت مع حبه الاشكال الديرتي ديت اكتر من كده. حبيب قلبي يلا بينا بقى على فيديو النهارده. معانا موحة، موحة حبيبة القلب، حتة المارشميلو اللي في حياتنا يا جماعة، كائن الجيلي. ولو ان احنا اتحرمنا من الجيلي والله العظيم بعد المنجار واللي ما يعلم بيه غير ربنا. احنا مش عارفين الناس دي بتخس ازاي يا جماعة، ايه الابر اللي هم بياخدوها؟ اقسم بالله مش عارفين. لكن عايزين نقول لك يا موحة ان للاسف يا ريتك ما خسيتي، والله يا ريتك ما خسيتي، لانك فعلا انا مش هتكلم اهو، انا حاطه على بقي بلاستر يا جماعه. لا بجد يا جماعه، يعني مش كل حاجه نشوفها كده نجري عليها. موحة طبعا ممكن يكون في مخيلاتها زي ناس كتيرة جدا من اللي خست ان لا انا كده بقيت اجمل. هو طبعا يا جماعة الجمال برضه ليه سحره. الست كده اما تحس بنفسها وانها خست بعد ما كانت بتلبس اكس 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 لارج، وان دلوقتي لا كل المقاسات مناسبة ليا وبتيجي على مقاسي، هو شيء جميل. لكن يعني انا شايفة ان الخسية ديت طلعت على وش سماح، لا مش احسن حاجة في الدنيا. كل صاحب محتوى لما بيختفي يا جماعة ما بيختفيش اعتباطا، لا ده بيبقى ايه؟ فرشة. احنا بنسفلت الطريق لكل ما هو ات. سماح بتحب الترندات جدا جدا، لكن ما ينفعش يا موحى والله العظيم تبقى امي هايصة وانا لايصة. موضوع بقى امي مسافرة وهعمل ترند مش حفلة. فبصينا لقينا ماما سحورة طبعا في المصيف مع الست حلمية داوود.
كان جو حلو جدا هم عاملينه الناس السمحة ديت. لكن يا موحة، يا موحة حبيبة قلبي، مش لازم نبقى مثاليين في كل حاجة في الدنيا. اولا مثاليين في حياتنا الشخصية، لكن المثالية بالنسبة لليوتيوبرات عبارة عن ايه يا جماعة؟ ان انا اكون كامل الاوصاف والمعاني، ان انا اكون معايا فلوس كتير، ومعايا سلسلة مفاتيح، عربيات، شقق، شاليهات، وعندي زوج مثالي، وعندي اولاد حلوين مقطقطين، وعيلة جميلة جدا بتنعم في حضنها. المهم ان انا اكون كامل الاوصاف والمعاني، مش ناقصني اي حاجة في الدنيا. حط فوق منها كمان الجسم المثالي، اللي هو طبعا دوران الوسط ما يتعداش ال 80 سنتي والحاجات دي كلها. المهم طبعا يعني احنا شايفين نماذج، وعندنا كمان مدام اسرار المطبخ مع سمر هنجيلها في الطريق. لكن نستغل ده ازاي بقى؟ ما هو دلوقتي يعني ما بقيناش عارفين نخش الفيديو بظهرنا، ويعني الجيلي ساح. اه والله العظيم يا جماعة الجيلي ساح وراح مطرح ما راح. فنعمل ايه؟ موحة قررت انها تعمل ترند جديد، بس الترند ده بقى مش هيبقى قائم على اساس ان انا وابو مالك زعلانين مع بعضينا وهنتطلق وهتروح الشقة بتاعة المصيف. لا، هي بتلعب دلوقتي على وتر تاني خالص، انها عايزة ترسخ فكرة عند المتابع ان انا يا جماعة هو بقى انا خسيت وحلويت. بس هي بتحاول انها تخرج بسيناريو مختلف يعني عن الترند اللي فات، عشان ما يبقاش بقى كوبي بيست وهو نفس الكلام. لا، هي عايزة توصل للناس فكرة ان الحقوا بقى يا جماعة ده سماح خست والشيطان لعب في دماغها وهتشوف نفسها وهترمى ابو ملك على طول ايديها. لكن الغرض في الاخر تلاقي قدامها شقة ولا بيت من باب ولا اي حاجة، لان موحة بتموت في حاجة اسمها الاملاك والعقارات. ايه يا موحة؟ ما ترحمينا يا موحة، مش كده؟ بالراحة علينا شوية يا جماعة. لكن يلا بينا بقى لما نشوف مين كمان يا جماعة وصل بالنسبة له طبعا ليه الوزن المثالي. وما فيش بعد كده بقى، احنا لازم نشوف نفسنا على الاخر حتى لو عندنا مناسبة سعيدة، وهنغطي على العروسة مدام سمر اللي احنا بنقول لها من كل قلبنا مبروك مبروك. اولا علشان العيال كبرت ودلوقتي بيخطبوا بقى وداخلين على جواز، كبرونا والله العظيم يا جماعة. عقبال كده يا رب ما تفرحوا كلكم بكل ولادكم، وربنا يفرحنا بولادنا احنا كمان. طبعا خطوبة ابن مدام سمر، لكن عايزة اقول لك اكس كبير 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 يا مدام سمر. يا ست الكل، احنا كنا فاكرينك ان انتي، لا ده كانت نموذج مثالي جدا يا جماعة. يعني مثالية مع حماتها، ومثالية مع اهل جوزها، ومثالية مع اهلها. علشان دلوقتي ابنك لما يجي يخطب تقومي تقولي له شيلني قبح؟ ليه كده يا مدام سمر؟ ليه كده؟ المفروض ان هو يشيل العروسه، ولو ان العروسه هي كمان ايه ده؟ ايه كميه الرقص ديت يا جماعه؟ ده العروسه تحسوها لا يعني واخداها فحت وردم. انا شفت العروسه في بعض اللقطات، مش قادره اقول لكم يا جماعه، واخداها جد قوي قوي. ايه يا ست الكل، انت واخداها مزاوله ولا مقاوله؟ ما بالراحة، أنا مبقتش ملاحقة والله العظيم يا جماعة. بس طبعا صدمتي في الفستان بتاع مدام سمر. ليه؟ لأن الأول وهلة بنشوف مدام سمر أنا بقتش عارفة أفرقها عن زاهية داوود، غير بشوية بس الفرنشات اللي هم على الكمام، اللي أنا مش عارفة يعني لازمتهم إيه يا مدام سمر. مستفزين جدا جدا، كأن واحدة كانت بتقيم الستاير وحطيتها على دراعها لحد ما توصل للغسالة. ليه يا ست الكل؟ الفستان غير موفق بالمره يا مدام سمر. الناس كلها بتقولك فين الحجه وفين العمره. ليه؟ عايزه اقول لكم كان في لقطه كده يا جماعه وجايبين فيها مدام سمر وهي رايحه طبعا بعلبه الشبكه علشان تديها للعريس يلبسها للعروسه. الفستان من ورا اسوأ حاجه في الدنيا. اه والله العظيم، الفستان اولا ما فيهوش سنتي، يعني على قد الجسم بالظبط. وتبارك الله مدام سمر برضو يا جماعة بعد ما خست، لا غزال شارد. اه والله العظيم الست كده فرعة تبارك الله، ويعني عودها بقى مفرود، والديفوهات كلها خلاص بقت في خبر كان. لا يا مدام سمر، لا مش كده برضو، احنا يعني عيالنا كبروا، وانا شايفة ان اللوك دوت ما كانش مناسب، ولا اللوك بتاعك ولا اللوك بتاع مدام شيري. لكن عجبني اللوك بتاع آية اختها، وعجبني بتاع جيجي ام البنات، وعجبني كمان بتاع أمنية عاشور بنت خالتك. كان في فساتين حلوة، حتى كمان فستان العروسة تحس ان هو لا كان محتشم شوية، لكن بالفعل
مدام سمر يعني لا لمعت نفسها جدا للدرجة اللي خلتها غطت على العروسة، لكن كان لوكها مشابه جدا جدا للوك بتاع زاهية داوود في فرح ابنها محمد. مش معنى كده ان زاهية داوود ان انا مثلا بنتقدها او بستعيبها، لكن يا جماعة لازم برضو ان احنا نحترم ان عيالنا كبروا واحنا كبرنا معاهم، ولازم نفهم برضو ان الشياكة عمرها ما تتعارض ابدا ابدا مع الوقار والاحتشام. المهم طبعا عايزين نقول لمدام سمر ان انت طول الوقت كنت بتصدري يعني الصورة المثالية، ان انت مثالية في كل شيء يا مدام سمر. لكن انا امبارح يا جماعة لما كنت بتفرج عليها في الفرح انا حسيت ان لا، مش هي دي سمر اللي احنا نعرفها. فين سمر بتاعت زمان يا جماعة؟ انا مش شايفة قدامي غير كتلة تصنع بشكل يعني مبالغ فيه جدا جدا. الصورة المثالية اللي حضرتك بتصدريها يا مدام سمر، وان انا اهوت مهما ربنا يديني، يعني انا ما بتكبرش على اي حد من اللي حواليا، لا 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 خالص نهائي. انا حسيت ان مدام سمر لو حد شكها بدبوس هتفرقع فعلا في وشه. لكن بالفعل بيوصل لنا احساس ان هي بتتعامل مع الناس بلطافة وبتحاول تكون لبقة معاهم وتجامل. لكن عايزة اقول لكم بالنسبة لي انا شايفاه مجرد ذكاء يعني مش اصطناعي، لا ذكاء اجتماعي للاستهلاك المحلي، لكن لخدمة الصورة المثالية اللي احنا بنصدرها للناس. نفس الشيء لصورة الزوج المثالي، اللي انا مش عارفة الزوج المثالي يعني قبل ازاي بالفستان دوت يا مدام سمر؟ وليه نغطي على فرحة العروسة وان احنا يعني نجتهد قوي في اللوك علشان نغطي عليها؟ ده غير طبعا الصورة المثالية في الخير اللي هم بيصدروها. واللي عايزة اقول لكم ان يعني الخير اللي انتم مثاليين جدا جدا فيه لو كان فعلا يعني بتخلصوا فيه كان بقى واضح على حياتكم وعلى اختياراتكم. انا مش هوضح اكتر من كده يا جماعة، لكن بجد والله عايزة اقول لكم ان احنا في شخصيات كتيرة جدا جدا يعني ممكن يكون ان احنا حكمنا عليها الى حد ما متوقف على الذاكرة القديمة اللي طلعوا لنا بيها. في ناس كتيرة جدا دخلت لي امبارح وقالت لي تم القبض على مدام سمر النديم، شفتي بقى ده انت كنتي بتطبلي لها ومش عارف ايه. برضو عايزة اقول لكم ان انتم من الفئات اللي ان شاء الله هتتبلك، مش علشان انتم بتخالفوني الرأي، لا انا والله العظيم يا جماعة اكتر حد في الدنيا بحترم الاختلاف في الرأي. لكن عايزة اقول لكم يا جماعة ان شغل قنوات النقد دلوقتي في الوقت الحالي ما عادش سهل زي زمان. ليه؟ لاننا طول الوقت محطوطين في وش المدفع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل كلمة محسوبة علينا وبنتحاسب عليها حساب الملاكين. ده غير ان ده كمان ممكن لو في كلمة كده ولا كده ممكن انها تعرضنا لمساءلة قانونية مع حبة ناس. عايزة اقول لكم ولا يسوى 2 جنيه ونص حتى يعني في المجتمع والكون كله. علشان كده الكلمة بتطلع عندنا بحساب. يعني مثلا الناس اللي بتقول انت كنت بتطبلي لسمر النديم، لا هو ما كانش تطبيل. ليه بقى؟ لانه انا كنت ببتعد عن التشكيك. ليه؟ لان النقد معناه ان انت تقرا الصورة صحيحة، لكن ان انت تشغل التهيؤات والتخيلات وتقعد بقى يعني تنسج سيناريوهات كده مع نفسك، واصلي لا ده مش زي ما طلع لنا، ده حصل وحصل خلف الكواليس. لا انا ما عنديش الكلام ده. ده اولا. ثانيا انا ما بحبش ان انا لا احمل نفسي ذنوب ولا احمل نفسي اي مسؤوليه قانونيه. انا دلوقتي لما اطلع اشكك في واحده زي سمر النديم قبل ما يتم بالفعل من خلال اعلان رسمي من الجهات المسؤوله ان تم يعني رصد مخالفات عندها، عارفين ده معناه ايه؟ معنى كده ان انا ابقى بشكك في وزارة التضامن الاجتماعي، لان الست ديت المفروض انها ما كانتش شغالة بشكل عشوائي. الست ديت المفروض انها كان عندها جمعية خيرية ومقننة كل اوضاعها، والمفروض ان كان في اشراف بشكل مستمر عليها من وزارة التضامن الاجتماعي. فاي كلام في التشكيك فيها كان ممكن يحملنا مسؤولية ان احنا كده بنشكك في ذمم الناس اللي شغالة في وزارة التضامن الاجتماعي. مين ممكن ان هو يشيل مسؤولية زي ديت؟ انت في الاول وفي الاخر يا ست الكل انت متابع. لما يتقبض على اي صاحب قناة انت كده كده قاعدة ماسكة فنجان القهوة بتاعك وبتتفرجي من بعيد. انما انا ما عنديش المسؤولية ابدا ان انا اكون في الحبوس علشان اقول كلمة يعني تريح قلبك كده، ولما تحبس حضرتك ولا هفرق معاكي. فاللوم مش علينا. ليه؟ لان تم القبض عليها بعد طبعا مشكلة المدعية اللي بتسمي نفسها مروة بنت الرئيس. طب احنا ذنبنا ايه؟ كان فين قبل كده الاشراف من الوزارة؟
فبالتأكيد العتب مش علينا احنا. عرفتي ليه الكلمة بتطلع عندنا بحساب؟ عرفتي ليه ما بنشككش قبل الأوان بأوان؟ بل بالعكس، احنا في حاجات كتيرة جدا بتجيلنا، وفي معلومات مهمة بتبقى تحت ايدينا، وفي حاجات بنبقى قاريين المشهد فيها صح جدا، لكن بنحط على بقنا بلاستر، ما نقدرش ان احنا نطلع ونتجاوز. ليه؟ لان دوت فيه مسؤولية كبيرة جدا علينا. انا ما بحبش الشرح الكتير، وزي ما قلت انا بحب الناس اللماحه. يا ريت الاغبياء يمتنعون. لكن نيجي بقى يا جماعه لمدام سمر النديم، واللي بالفعل عايزه اقول لكم ليه الناس ديت حصل معاها كده. هل يا ترى علشان بس مد ايديهم على امانه حملوا لواءها قدام ربنا؟ هقول لكم لا، مش بس كده. الموضوع كمان يا جماعة موضوع الاستهانة بالله عز وجل. عارفين يعني ايه الواحد يبقى قليل ذمة ويروح يقف قدام بيت ربنا ويعيش دور الضحية، وان انا حد يعني بصوا يا جماعة ده انا ايدي في الخير وبشيلها من بقي واديها للغلابة؟ عارفين ده ذنب عظيم قد ايه؟ لكن الناس ديت يا جماعه غرهم حلم ربنا واستبطأوا اخرته، وافتكروا ان لا ده ايد ربنا مش طايلانه. لا والله، لا والله، ده انتوا بتضحكوا على نفسكم والشيطان ضاحك عليكم. زي بالظبط اللي راحوا وقفوا قصاد بيت ربنا وهم حاطين مخده سيليكون على اساس ان المدام حامل بقى، ويعني رايحين قصاد بيت ربنا قدام كل المتابعين احنا النزعه الايمانيه مهرتكانه. لكن يشاء العليم القدير ان المخده اللي وقفتوا بيها قصاد بيت ربنا وانتم مش خجلانين انكم في المكان المقدس دوت وبتكذبوا على الله، شوفوا ربنا بيعمل ايه بعد كده يا جماعه. نفس الشيء لسمر النديم، اللي انا من بدري قوي ومن كذا شهر على فكره انا متابعه، وشفت ناس كتيره كانوا بيطلعوا بيقولوا لها رحلات العمره اللي انت طلعتيها وخدت التذاكر لنفسك والناس من حبايبك دي كانت جايه لناس تانية نزلاء عندك في الدار، لكن للاسف انت كنت بتتلككي وتقولي ان في واحده فيهم محجوزه في العنايه المركزه، وواحده فيهم هي اللي رفضت انها تطلع ومش عارف ايه. تخيلوا يا جماعه، هل ده كله بيعدي على ربنا؟ لا والله العظيم، ده الا بيت ربنا. يعني عايزه اقول لكم ان بالتاكيد الذنب هناك مختلف عن باقي الذنوب. مش هقول الكلمة اللي هي الذنب هناك مضاعف لأنه طلع طبعا حديث مشكوك فيه وغير مؤكد، لكن يكفي ان انت ما احترمتش قدسية المكان اللي انت فيه. هل سمر النديم بس ولا آلاء بس؟ لأ. ولا حمدي بس؟ عايزة اقول لكم اي حد هيقف في المكان دوت مش هيحترم قدسيته ان شاء الله عقاب ربنا هيطولك لا محالة. لكن عموما كل اليوتيوبرات على هذه الشاكلة، ويا ريتهم بيعترفوا بغلط، لا دول بيبعتوا لنا بقى القطيع بتاعهم يحملونا احنا الليلة كلها. زي كده الست ام لاف يا جماعه، المفروض ان العمره بتاعتها لسه طازه، ما عداش عليها اسبوعين على بعضيهم. يعني العمره المفروض انها تكون يعني هي شبه الحج يا جماعه. الفرق ما بينها وما بين الحج ايه غير الوقوف على عرفات؟ لكن المؤمن اللي على حق ربنا هيتعامل معاها معامله الحجه. من ناحيه ايه؟ مش من ناحيه المناسك، لا، من ناحيه ان انا عايز ارجع من عمرتي كما ولدتني امي، احاول ان انا يعني ارجع انسان جديد، اعمل ابديت بقى لكل الذنوب، يعني افوق كده يا جماعه، يكون في اثر للعمره دي جوه نفسي. لكن ابدا، فداخلين امبارح القطيع بتوعها وجايين يلوموا علينا احنا. وما اعرفش ليه انا لقيت الكومنتات ديت منتشره برضو في كذا قناه نقد، اللي هم داخلين يقولوا لنا هو انتم كل حاجه ماسكين ولاد كريم وعمالين تتغزلوا فيهم. طب والبت لافا الغلبانه اللي مهدور حقها اللي مش عارفه امها عامله ومستويه فيها، يا ست الكل انت جايه تحاسبيني انا ليه؟ ما تروحي تلومي على امها اللي انت خايفه تقولي لها كلمه حق لا تنزل على بقك بشبشبين تلهيكي في بقك وتمسك صحيينك وميتينك وتديكي من المنق يا خيار. هو انا احن عليها من امها يا ست الكل؟ انا مالي؟ انت حاسه ان والدتها بتفرق في المعامله، روحي حاسبي والدتها. انما كل ده علشان قلت انا بحب صفا. طب انا بحب صفا، هتقولوا لي لافا، هقول لكم لا مفيش وجه للمقارنه. هو الله هو بالعافيه يا جماعه، في ايه؟ البنت لذيذه وعندها قبول، وانا ما اتكلمتش عن ايه زي ما اتكلمتش عن لافا، انا اتكلمت عن صفا خاصتها بان هي لذيذه وعندها قبول. فما حدش يخش يحاسبني انا، ما تروحوا تحاسبوا امها اللي في يوم من الايام كانت بتخلي صفا تقول للعرباوي يا ابويا، وتعالي يا بت وروحي ما اعرفش ادي لابوكي ايه وقولي له يا بابا، وهو دوت الاب البديل علشان حسن ملوش لازمه. ودلوقتي طلع لا اب لا لافا ولا حتى البنات اللي من صلبه، وطلع انه ملوش علاقه بالابوه تماما. فانتم جايين تحاسبونا احنا؟
طب ما تروحوا تلوموا على الست ام لافا اللي برضه للاسف ما عملتش بالعمره بتاعتها وماسكه امبارح الناس مبهدلاهم. للاسف ان انا يا جماعه اللايف بتاع صدفه امبارح اللي كانت بتتكلم فيه عن الهدايا اللي جايه لها من متابعه، الله اعلم المتابعه دي السعوديه، كل اللي انا سمعته ان هي هتروح الاردن تتعالج، ربنا يشفيها ويعافيها. المهم طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان اللايف ده كان فيه قص ولزق كتير قوي قوي، يعني بعد اللايف ما اتحمل وخلص واضح ان الست ام لافا كانت بتتجاوز فيه، لكن خوفا من المسؤوليه علشان هي قاعده في السعوديه، واضح انها بعد ما قفلت اللايف دخلت على جوجل كروم وابتدت انها تقصقص من اللايف الحاجات اللي كان فيها تجاوز. لكن اللافت للنظر طبعا يا جماعه ازاي طالعه بتشكري في اهل المملكه، وازاي بتتمرمغي في خيرهم المرمغه دي كلها، وطالعه تهددي واحده من بناتهم، ويعني بتشككي. انا مش عايزه اقول الكلمه يا جماعه، هي بتشكك في ايه؟ طبعا الكلام على مين؟ الكلام على الست ام محمد اللي ابتدت تلمح ان واضح ان حد بيجيب لها اخبار العرباوي، لكن مين مش عارفين، لان العرباوي يا جماعه في اقامته الاخيره كان موجود في المدينه وانت ما رحتيش المدينه، لكن واضح ان في حد بيوصل لك اخباره، فبتقول وبتلمح بالكلام ان الست ام محمد هادت بقى العرباوي واهله بهدايا وعطايا وبرفيوم وقمشه ومش عارف ايه. ده كان معنى كلامها اللي خلى الست ام لافا امبارح كانت طالعه لا على حامي ولا على بارد، وبتهددها ان انا ممكن اجيلك المحل بتاع جوزك سواء كان في مكه او في جده، لكن هي متحفظه لحد اللحظه ديت علشان هي لسه على الاراضي السعوديه خوفا من اي مساءله قانونيه، لان في متابعين بالفعل دخلوا وقالوا لها على فكره حتى لو انت بتتكلمي عليها وبتقولي مجرد اسم بس كده ام محمد ويا مكتر ام المحمدات، فما مش هيبقى معروف انت بتتكلمي على مين بعينها، لكن هي ممكن تقاضيكي وممكن ان هي فعلا تاخد تجاهك اجراء. وفي نفس الوقت ام لافا عامله حسابها ان انا لا، يعني الاخر فهمتوا ثانيه انا موجوده في المملكه، انا حريصه على العطايا والهدايا اللي جايه لي، فمش عايزه اخسر ولا يعني حته فتفوته هديه قد كده، حتى لو كانت مجرد فتفوته يعني بخور عود، فانا صابره لحد ما امشي من المملكه. انه واضح ان في اخبار بتوصل لها اول باول، بتبص في الموبايل طبعا يا جماعة، وبعد كده بتحسوها انها لا، يعني عينيها كلها شذرا. المهم نيجي بقى طبعا للاستقبال الحافل اللي اتكلمت عليه في الدمام واهل الدمام اللي ليهم مننا كل التحية، لكن بتقول لكم انا رايحة اقابل واحدة صاحبتي في مول وكانت واخدة معاها لافا، راحت طبعا منطقة الالعاب والبنت اخدت اختها وراحوا لعبوا شوية، وهي قابلت صاحبتها اللي بتقول لكم المقابلة بتاعتها ما كملتش اكتر من ساعة علشان خاطر الناس اللي انا نازلة في البيت عندهم يعني اقاموا بقى الاحتفالات والذبايح اكراما لوجودي. طيب هل دلوقتي يا جماعة اللي انتم شايفينه في الغرفة اللي نازلة فيها فعلا صدفة في الدمام، انا شايفاها انها اقل من متواضعة؟ يعني انت بتقول ان انت نازلة في فيلا والناس بسم الله ما شاء الله على قدر كبير جدا من الكرم، لدرجة ان هم يعني ذبحولك الذبايح، مفيش مكان ارقى من كده او اعلى من كده في الفيلا عندهم يسكنوكي فيه. انا شايفة سرير يعني يا دوبك مكفيكي، السرير رفيع جدا، واضح ان هو سرير اطفال يا جماعه، مفيش اي حاجه تشيل معاه غير سرير البيبي بتاع آية اللي جنب السرير. لكن هل السرير اللي انت قاعده عليه ده هو واللي انا شايفاه شكله مهرطق قوي قوي، حتى الكابيتونيه بتاعه يا جماعه تحسوا ان هو حاجه تعبانه قوي قوي يعني، والاوضه عايزه اقول لكم فقيره فوق ما ممكن ان حد يوصفها، مش واصله حتى يعني مستوى 3 نجوم في اقل فندق. محطوط جنبها التلاجة اللي عايزة اقول لكم ولا مرة الست ام لافا قامت وفتحتها لنا، يعني باختصار تحسوا ان التلاجة الميني بار اللي جنبها ما فيهاش ضيافة. ليه؟ لما نرجع بالذاكرة كده يا جماعة، لما كانت صدفة في الامارات وراحت عند الست ام غالية، اول ما وصلت هناك اول ما وصلت البيت بتاع ام غالية فتحت لنا التلاجة الميني بار وورتنا طبعا خيرات ربنا والاستقبال الحافل، الشوكولاتات والبسكويتات والريد بول والمش عارف ايه والكنزات والحاجات دي كلها، على عكس التلاجة يعني الفقيري قوي قوي الارداحي
اللي ورا ظهرك ما جبتيش منها ولا لقطه. عايزه اقول لكم انها في البيت اللي هي متواجده فيه في الدمام بالفعل تحسوا ان ما فيش ضيافه. انا لا شايفه تمر ولا قهوه عربي بتتقدم لها، ولا حتى الاكل اللي هي بتاكله كله جاهز. يعني انا مش شايفه حاجه من اهل البيت. فانا حاسه ان لا، دي مش ضيافه، ولا دولت مثلا متابعين من محبينك. انا مش فاهمه في ايه بجد والله يا جماعه، في علامه استفهام كبيره جدا. ليه واخده المملكه كلها كعب داير وبشكل غريب قوي ببناتك، بكميه الشال اللي معاك اللي انت محتاره بيها، ومن بيت لبيت إيه اللي جبرك؟ لكن لا، ده مش استقبال ناس مرحبه بوجودك. صدفة بالفعل يا جماعة لما بتكون نازلة عند حد بقى وحاسة ان لا دولت فعلا يعني من محبيني والناس اللي متمسكة بيا جدا، بتحسوا انها واخدة راحتها قوي قوي في البيت. زي كده لما نزلت مثلا على اول نزلة ليها في المملكة في البيت بتاع جدة بتاع صاحبتها، بصينا لقيناها بتصور في المطبخ ومطلعه الدقوس اللي هو البتنجان اللي بيتعمل بعين الجمل والمش عارف ايه، وتحس ان واخده راحتها في البيت كأن البيت بيتي. لكن انت في الدمام انا حاسه ان انت متأيده بالغرفه اللي انت فيها وكأن متحرج عليك الخروج منها. لكن نيجي كمان للقطه فتح الهدايا امبارح لصاحبتها اللي بعد كده طارت على الاردن علشان تتعالج. فكان في كيسه صغيره كده يا جماعه وفيها شويه حبيبات. طبعا صدفه علقت وقالت ايه ده عمل ده معمول لي ولا ايه؟ طبعا اخواتنا السعوديين استاءوا جدا جدا منها وقالوا لها احنا ملناش في الجهل دوت ولا السحر ولا الشعوذه، الست جايبالك فواحه من اللي بتتحط بين الهدوم، فما يصحش ان انت تقولي حاجه زي كده. مش فاهمه يعني انتم فارق معاكم الكيسه اللي فيها حبيبات فواحه اكتر ما فارق معاكم ام محمد اللي الست ام لافا بتتوعد لها وبتقول لها مش هغادر المملكه غير لما اعدي على المحل بتاعك سواء كان في جده او حتى في مكه. لكن تحسوا يا جماعه ان الست ام لافا محضره لها سيناريو قوي جدا واخر اصدار وبره التوقعات، لان الله اعلم ام محمد ديت عامله ايه مخليه صدفه يعني مش على بعضها من ناحيتك تماما. لكن نيجي لمروه طبعا واللي عرفنا ان بنتها تعبت الف سلام عليها وعملت عمليه الزايده. طلعت مروه يا جماعه بترد على اليهود. يهود مين يا مروه؟ قالت لكم الناس اللي داخله وشمتانه، وقالت شفتي دلوقتي من سم لسانك يا مروه الدعاوي اللي كنت بتدعيها على المتابعين المختلفين معاكي. طبعا هي بتدعي على الناس بدعاوي وحشه قوي قوي يا جماعه، حاجه كده ما ترضيش ربنا. وقالوا لها عرفت ان في ملك بيقول لك ولك مثلها. ده غير طبعا الشتيمه واهانه المتابعين، لان هم اصحاب المحتوى شايفين ان هم الهه تعبد ولا يجوز ابدا الاختلاف علينا او حتى انتقادنا، احنا فوق كل مستوى الانتقاد. فقالوا لها ربنا دوائك من الدعاوي اللي كنت بتدعيها على متابعينك. لكن مروه طبعا شبهتهم بان هم يهود وان انتم اكيد ناس مش طبيعيين ان انتم تشمتوا في بنت زي بنتي لمجرد انها تعرضت لوعكه صحيه. لا، هم مش شمتانين في بنتك، لكن هم بيردوا لك اللي انت بتعمليه باختصار، بيحاولوا ان هم يكونوا مرايتك. ليه؟ لان انت كمان لما متابعه بتخش تكتب لك اي حاجه تختلف معاكي فيها حتى لو كتبت بادب، الست ديت بيكون وراها بيت وولاد. لما تدعو على اي واحده انها تموت او يجي لها المرض الوحش، طب ازاي يجي لها قلب انها تتعاطف معاكم لما تكونوا في ظروف زي ديت؟ ما هو بالتأكيد نفس القسوة اللي انتم بتعاملوا بيها أي متابع بيخش مثلا يطلب منكم مساعدة. بنشوف ناس كتيرة قوي قوي يا جماعة بتخش تقول لهم احنا ظروفنا وحشة علينا ديون ساعدونا، لكن للأسف ما بيبقاش مطلوب منكم على حد قولكم وتصريحاتكم ان انتم تتعاطفوا مع اي حد او ان انتم تزعلوا على اي حد ظروفه وحشة. فليه دلوقتي عايزين الناس تتعاطف مع كل شردة وردة بتحصل لكم؟ المهم ان مروة عندها حالة في البيت، البنت تعبانة خدت عملية، ام لافا بقى تعمل ايه؟ بيقولوا لها ترجعي الرياضة على مروة وبنتها تعبانة. قالت لهم اه طبعا، ما هروح فين؟ هروح اقعد في الشارع. المهم علشان تأكد لهم المعلومة اتصلت بمروة صحتها من النوم وقالت لها انا جايه عليكي بكره يا مروه. مروه طبعا عندها علم يا جماعه، لكن كل اللي احنا عايزين نقوله لام لافا خفي تعومي يا ام لافا، خفي تعومي. لان مش لازم مروه تقولها لك ولا هي هتقولها لك او اي حد مكانها هيقولها لك، لازم الواحد يكون حسيس لان البني ادم تقيل، خاصه لما يكون البيت اللي انا نازل عليه في حالة حد عنده عملية. بالتأكيد مش هيبقوا مفايقين اللي عايزين يهتموا أكتر ببنتهم اللي بالتأكيد هي أهم وأول من أي ضيف في الدنيا. فبالتأكيد يا أم لافا يعني اللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة. لكن عموما يا حبايب قلبي بالتأكيد لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.